السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة حلوة قوي وسريعة جدا وما بتاخدش وقت، وفي نفس الوقت الطعم بتاعها تحفة جدا جدا جدا. هنشوف الوصفة مع بعض، والوصفة بتاعتنا النهاردة هي كفتة داوود باشا. أكلة كده للمستعجلين، بتعمل بسرعة مع شوية رز أبيض، بتبقى الأكلة جاهزة وتحفة. ونبدأ على طول المقادير بتاعتنا. معانا هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة، عليها بصلة متوسطة برضو مفرومة، عليها معلقة ملح صغيرة، معلقة 7 بهارات صغيرة، معلقة قرفة صغيرة. هنقلب المقادير كده مع بعض، وبعد كده هنعملها بقى بايدينا. هنفضل بقى نعملها بايدينا جامد لحد طبعا اللحمة بتاعتنا بتعمل عرق كده زي ما احنا شايفين وصلت لكده. هنكورها بقى ونشكلها زي ما احنا برضو شايفين كده، وندخل الكور دي بتاعتنا. بما ان انا مستعجله هدخلها الفريزر، انتوا لو مش مستعجلين دخلوها في التلاجة نص ساعه كده. هنجيب بقى هنسخن شويه زيت وننزل بكرات اللحمه بتاعتنا. وكرات اللحمه بتاعتنا بنحطها شويه في التلاجة عشان لما نيجي ننزلها هنا في الزيت ما تفكش مننا كده. فاحنا هنا بنحطها في التلاجة عشان كده. هنحطها هنا بقى تتحمر شويه كده، وبعد كده هنطلعها. لحد هنا بقى ما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا طبعا في القناة، وطبعا بيكم بنكبر. وان شاء الله كده الوصفة هتعجبكم، ومن غير حاجة هتعملوا لايك ان شاء الله يعني. هنفضل نقلب فيها لحد ما تاخد يعني تتحمر كده من الجهتين يعني. كده خلاص بقى هطلع الكفتة بتاعتنا، هنطلعها كده في طبق بره. والزيت بتاعنا يعني في نفس الطاسة هننزل بمعلقة توم صغيرة في نفس الزيت. وبعد كده هننزل بمعلقتين صلصة. طبعا انا نسيت احط الصلصة الاول عادي. هنا بقى عصرين كام طماطمية كده، 4 5 طماطميات، وهنعصرهم ومش هنحط فيهم مية خالص، وهنصفيهم بالمصفى كده. وهنزلهم على التومة دي. طبعا انتوا عارفين الطماطم ما تنزل على التومة الريحة طبعا مش عارفه اقول لكم يعني بصراحة. هنا بقى حطيت كيس من الصلصة اللي انا بنزله دلوقتي ده. زي ما انت عايزه حطي كيس حطي كيسين براحتك. وهننزل بقى طبعا بكوباية مية عليهم. والبهارات بتاعتنا برضو 7 بهارات وفلفل اسود، شوية ملح صغيرة، خلي بالك من الملح عشان احنا حاطين ملح في الكفتة، فاظبطي الملح خليه بسيط. هنسيبها هنا لحد لما تتسبك شوية كده زي ما انتوا شايفين، ونرجع ننزل بالكفتة بتاعتنا تاني. وصفة سهلة وسريعة ما بتاخدش منك وقت خالص. هتنجزي كده وتعمليها جنبها شوية رز كده. خلاص الغدا بتاعنا خلص وانتهينا من الغدا بتاع النهاردة والحمد لله. كده بقى هنقلب الكفتة. هنسيبها هنا في التسبيكة دي بتاع 10 دقايق 8 دقايق كده، حاجة بسيطة. نغطي عليها بقى ونسيبها. برضو لازم يكون فيها الصوص كده سايب واحنا بنغرفها، يعني ما نصبرش عليها لحد ما الصوص ينشف، لا، عايزينه زي ما احنا شايفين كده. ده الشكل النهائي معانا. الوصفة تحفة زي ما انا قلت لكم. كفتة داوود باشا طبعا. ما تنسوش بقى اللايك والشير. وزي ما انتوا شايفين معايا الكفتة دايبة جدا اهي وحلوة مع شوية رز بقى. خلاص كده الغدا بتاعنا خلص النهاردة. اشوفكم على خير في وصفة تانية جديدة. ما تنسوناش في اللايك والشير بأكدها عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيبك من أول حاجة.